بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نتكلم بقى على مسألة برضو لازم يبقى فيها كده فكرة جديدة عن اللي احنا خدناه قبل كده. شغالين بفريون 134، الساعة التبريدية 50 كيلو وات، ماشي، اللي هي كيو اي، وذلك عند درجة حرارة تكثيف 40 درجة ودرجة حرارة تبخير -20. يبقى أنا بشتغل على بدل ما جاب لي الضغوط جاب لي درجة الحرارة، يبقى المبخر -20 والمكثف 40. احسب 1 2 3 4 وهكذا. طيب يعني المعطيات كلها القدرة ودرجة الحرارة للمكثف والمبخر. أول حاجة هعملها أقوم داخل على الخريطة، عندي درجتين حرارة أمثله، عندي الضغط العالي أو درجة الحرارة العالية اللي هي 40، وعندي هنا -20. عملت الاتنين دول بتجيب اتشات بقى على طول. عندك هنا واحد أهي، أنزل وأقرأ وأحط هنا واحد، أعمل هنا أطلع بثبوت الأنتروبي وتبقى دي رقم 2، وأنزل أجيب الاتش، أروح هنا وأجيب 3 وأقرأ وأجيب هنا وات الإيه الإنسال. شوف هنا بقى، يلا طلع كده هنا برضو لو عايز تجيب الحجم النووي وهنحتاجه. حجم النووي عند النقطة 1 150 تقسم على 1000 يعني 15%. يلا بقى الاتش واحد عندك 385 86 386، الاتش 2 426 26، ايه 3 258. لو حد جاب درجات فرق مثلا 2 3 1 مفيش مشكلة، صح؟ بس ما يبقاش 10. طيب هو من ضمن المطلوب عايز T2، بجيبها على الخريطة. فين T2 اهي؟ محدش يقول لي T2 اللي هي 40، لا، ده 2 دي الدرجة الحرارة بتاعتها بعيد عن ال 40. ازاي؟ هي درجة الحرارة، هي خطوط درجة الحرارة بعد الكيرف بتنزل كده، عندي ديت بعدها هنا في 50 واللي قبلها دي كانت 40، هي تقريبا بعد النص بحاجات بسيطة. تمام، يعني ممكن نقول 46 47 48، يبقى T2 هنا عندي 48. تمام، لأن درجة الحرارة قبل ما يخش المكثف بتبقى درجة الحرارة دي أعلى، لما بيخش المكثف بيحصل عملية التبريد بواسطة المروحة. تمام، أو احنا اللي بنتكلم بقى في تلاجة تبريد هواء طبيعي. المهم يعني تبقى النقطة رقم 2 بتبقى أعلى من المكثف. خلاص، تبقى كام؟ 48، ولما تخش المكثف هنا بتبقى 40. ماشي ماشي ماشي، كمل كده. قلنا هنا الحجم النوعي 15%. خلاص كده انا جبت كل حاجة من على الخريطة. موضوع سهل ازاي؟ موضوع سهل جدا. تعالى بقى نخش على المطلوب. عايز الار اي، الباور، الفي 1. في 1 انا ده معدل التدفق الحجمي اللي هو معدل التصريف، ده اسمه الحجم النوعي. تمام، هقول لك هنجيبه ازاي. طيب انا عايز الام دوت، مش موجود، بس هنا في معطى مديهولك اقدر اجيب من خلاله الام دوت اللي هي كيو اي، لان كيو اي بيساوي الام دوت فرق الاتشات حوالين المبخر، اتش 1 ناقص اتش 4. حط كل القيم عندك مجهول واحد، الام دوت هيبقى 50 على الفرق بين 386 ناقص 258 اهو، بجيبه من هنا. تمام، طلعت الام دوت اللي هو معدل السريان الكتلي 39 كيلو جرام بير سكند. طيب عايز التأثير التبريدي، الار اي بيساوي ايه؟ اتش 1 ناقص اتش 4. سهلة قوي يا عم، مفيش مشكلة، تطلع لي هنا 128 كيلو وات. عايز الباور، الباور بيساوي ايه؟ الام دوت ريفريجرانت في فرق الاتشات حوالين الايه الضغط اللي هي اتش 2 ناقص اتش 1 اهي، اعوض 39% اللي هي معدل السريان في فرق الاتشات من اتش 2 ناقص اتش 1. اتش 2 اهي 426 واتش 1 عندك 386، طلعت لك هنا 15.9 كيلو وات. ماشي. التي 2 احنا جبناها من على الخريطة. معدل بقى التصريف او معدل السريان الحجمي، في قانون عندي بيقول لي معدل السريان الكتلة بيساوي معدل السريان الحجمي على الحجم النوعي. تمام، الحجم النوعي انا جبته عند نقطة 1 موجود اللي هو 15%.
معدل سريان الكتلة ما انا جايبه اهو 39%، اضرب طرفين في وسطين هيديني عندي هنا، احط القيم بتاعتهم يديني الايه البي دوت اللي هو معدل السريان الحجمي. يبقى عندك هنا معدل سريان الكتلة بيساوي معدل السريان الحجمي على الحجم النووي، او ممكن اقول معدل السريان الحجمي في كثافة. بس انا في الخريطة جبت على طول الحجم النووي، يبقى معدل السريان الحجمي على الحجم النووي اللي انا جبته من الخريطة. تمام. اضرب طرفين في وسطين هيبقى 15% في 39%، هيديني 59 من 1000 متر مكعب بير سكند. سهلة؟ حلو، مفيش أي حاجة. فاضل لك إيه؟ السي او بي اللي هو coefficient of performance، اللي هو معامل أداء دائرة التبريد، بيساوي المستفاد على المعطى بيساوي الكيو اي على الباور أو الار اي على الدبليو سي. يا عم أنت عندك الإيه؟ الكيو اي وعندك الباور، يبقى الاتنين دول يلا. الكيو اي عندك هنا أهي 50 كيلو وات، وعندك الباور 15.6 كيلو وات. اقسم ده على ده يديك هنا 3.2 بدون وحدة. مسألة جميلة وسهلة، الفكرة اللي فيها هي الحتة دي. أما ده كله سهل وخدناه قبل كده، مفيهوش أي حاجة. خلي بالك الباور لو كان جاب لك قال لك كفاءة نقل الحركة أو الكفاءة الميكانيكية كنت قسمت عليه. أما هو مش جابها لك يعني بواحد، يعني هتمشي بالقانون ده عادي خالص. عشان لو جاي لك قال لك الكفاءة الميكانيكية تبقى أنت عارف إن أنت هتحطها هنا تحت وتقسم عليها. وبكده بكل بساطة خلصنا. سلام.